السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دخلت الأندية الإيطالية الكبيرة أنتر ميلان ويوفنتوس وروما على خط التنافس مع نادي توتنهام الإنجليزي لضم حارس مرمى نادي إشبيلية والمنتخب المغربي ياسين بونو، وسرع التألق اللافت لأخطبوط مرمى أسود الأطلس رفقة نادي إشبيلية في نهائي اليوروبا ليج من رغبة كبار أوروبا بالتعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو. ونقلت مصادر إعلامية إسبانيا أن نادي أنتر ميلان أكثر الراغبين إلى جانب نادي روما ويوفنتوس في التعاقد مع الحارس ياسين بونو، بعدما أثبت بما لا يدعو للشك عن علو كعبه وصدارته قائمة أفضل حراس المرمى في العالم. وتضيف ذات المصادر أن أنتر ميلان المؤهل لنهائي أبطال أوروبا عازم على تعزيز حراسة المرمى بحارس من الطراز العالمي. شكرا على حسن المتابعة.